عليا الطلاق بالثلاثه. لا 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 ما عندي اي مشكله مع كابتن حسام حسن. ده باين عليا الطلاق بالثلاثه على الهوا باين واضح على الهوا يا عم. هو انت بتتكلم ما بتتكلمش في نتائج يا راجل، انت كل شويه بتكلمنا في اداء. جاب احباط. انت بتكلمنا في اداء يا مدرب. محدش في العالم بيتكلم في اداء. بقول لك سنه 1965 الاهلي بيلاعب الزمالك، مين اللي لعب حلو؟ مش هتعرف اداء يا كابتن. انما 1965 الاهلي لعب الزمالك او الزمالك لعب الاهلي، الزمالك كسب او ده هو يعني بيقول لك انت يا كابتن ده تصنيف من اللي احنا بنلعبناه يا كابتن، وزودوا على الفرق الافريقيه عشان صار كاس عالم. دي كارثه والله، لو رحنا غير مدرب لنوصل والله. بقول لك يا كابتن اسامه احنا بنتكلم بما يرضي الله اقسم بالله. انت الراجل ده عاوز نورتنا يا كابتن. فيه كتير مش اتمرنت فيه واستفدت. لا 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 هات له ما تقالش مدني هاتها يا عم، دور عليها مدني محترمه ومعسكر لعيبه دمهم خفيف. ما قالكش انا استفدت، ما قالكش انا استفدت فنيا ولا استفدت بالحاجه. ده محمد صلاح النهارده اسمه محمد صلاح مش باص. يا عم ده لو 2 سواقين ميكروباص بيتخانقوا على زبون في موقف مش قال له عليا الطلاق، ده اسمه محمد صلاح مش باص. كرهتونا في الكوره، كرهتنا باكتر حاجه بنحبها. طبعا المطبلطيه هيزعلوا ليه؟ اصل بقى يكمل كاس، والله كان في افريقيا وما مش نافع، هيروح كاس عالم مدارس اوروبيه وهينفع؟ هيجرش برضه الاتوبيس هناك كده والكلام ده، وتيجي بعد كده تقول اصل ايه؟ اقطع عرق وسيح دمه. شكرا، متشكرين على الفتره اللي انت قضيتها، واحمد ربنا ان انت مسكت منتخب مصر. انت لما كنت ماسك الفرق بيراميدز، المصري، الزمالك، الاتحاد، في ايه تاني، الاسماعيلي، معرفش بقى في فرقه تانيه والاتصالات انت هبطتها، سيبك من دي. في ايه تاني مش فاكر بقى انت ماسك ايه، ما خدتش بطوله. فلما تمسك منتخب مصر وانت ما خدتش بطوله، انت اتجملت، والله العظيم اتجملت. ماشي يا عم، انت لعيب على دماغنا من فوق، عملت تاريخ مفيش حد عمله، ماشي، دي حاجه. لا سيبك من صلاح، سيبكم من صلاح. اتصدق وتامن بايه؟ اتصدق باذن الله حسام حسن لو خد كاس العالم هيطلع يقول لك لا اصل كاس العالم بطوله سهله، بطوله وديه، واحنا ما لعبناش حلو. ده محمد صلاح النهارده اسمه محمد صلاح مش باص. طب ماشي، ده بتعمل ليله التمرينات يعني هو محمد صلاح مش باص ليله التمرينات على طول ولا هو النهارده ممكن يا يكون كابتن اللي بيشوفوا 20 يوم انت بتقعد 10 ماتشات ايام 20 يوم كنت بتعمل مش باص وبيجيب اجوان في نفسك. يا كابتن في نقطه هنا، محمد صلاح مش محمد هاني. انا محمد صلاح يوصل ان يعمل يوصل يا كابتن اعلى معدل ميس باص في المنتخب ده محمد هاني ومحمد صلاح. يا اسامه يا محمد هاني عارفين مستوى سنه بقى 12 سنه ما يعملش حاجه. مين اللي عمل اعلى معدل دي؟ مين اللي انا اخلص دور يا مجدي. يلا يا عم منتصر، بدل ما يقول كل الكلام ده يقول لك احسن معسكر عشته في حياتي. احسن معسكر كوميدي ده ايه يعني؟ يا معسكر كوميدي. ايه ده اسامه المعسكرات المنتخب خلي بالك. كابتن حسام طريقه لعبه اللي انا مش عارفها ولا هو عارفها، يخش محمد صلاح طريقه لعبه يعمل له. هو عمل طريقه لعبه وسحب فصال. هو طريقه اللعب 5-3-2 اللي كانت موجوده. لا مش بالورقه وقلم، انا كده بشوف في الملعب. يا حبيبي اكيد بيعملوا في الملعب. لعبه شعبيه اولى عشان اي حد بيتكلم فيها. ليه؟ يا كابتن مجدي انت جايب الراجل عمال يتهزقه، طب انت جايبه ليه؟ طالما انت عارف ان هو بيهجص جايبه ليه؟ بصفة رئيس البعثة، انما عشان يخلصوا مني، ما هي دي المؤامرات، عشان يخلصوا مني عملوا ايه؟ طلعوني ان انا اخدت الشنطة ولازم ارجعها. ده في رمضان واحنا بنقابل سيادة الرئيس وانا رئيس البعثة وموجود، واحنا موجودين مع سيادة الرئيس في الاتحادية، وقعدنا مع سيادة الرئيس اتكلمنا، والراجل استقبلنا استقبال الاب لابنائه واخواته، وخدنا صورة جماعية وكله تمام. 24 قيراط خارجين، هات اللبس يا عم. حاضر يا عم، اجيب اللبس دلوقتي الساعة 3 الظهر. يعني انا لو نزلت اجيب اللبس من الدقي، وانا كنت ساكن في الدقي، لو رحت جبت اللبس هرجع بعد الفطار، مش هلحق هفطر في الشارع. راسه 1000 سيف في المهندس هنا مريدة ان انا اجيب اللبس دلوقتي.
قلت له يا عم حاضر، يا عم حاضر. ومين بقى اللي بيوصل الرساله؟ الاخ احمد مجاهد، وبيبلغ بقى الصحفيين كلهم. عشان ترنجين فضحوك فضحت مش عارف ايه ليله العيد.